بصي بقى وفتحي ودنك معايا علشان الموضوع زاد عن حده وكل واحد بكلام شكل. هجيبها لك على بلاطة. تفتكري السلام النفسي هو انك تقعدي حاطة رجل على رجل بتشربي النسكافيه والعيال نايمين والبيت بيبرق والكل حواليكي بيضحك؟ ده في الجنة بقى يا قلبي بإذن الله. الكلام ده أكبر مقلب شربناه كلنا وسوقوه لنا على السوشيال ميديا. السلام النفسي الحقيقي مش راحة بتنزل عليكي من السما، ده حرب حقيقية وانتي اللي لازم تكسبيها بذكاء علشان تحمي عقلك وروقانك من اي حد بيحاول يسحب منك طاقتك دي. في فيديو النهارده مش هقعد اقولك كلام من الكتب، احنا قاعدين قعدة ستات رايقة وبندردش على راحتنا خالص، علشان كده هتعشم فيكي شوية ويا رب عشم يكون في محله. انتي ست جدعة، انزلي دلوقتي حطي اللايك واشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس على الكل علشان يجيلك اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. عاوزين نوصل القناة 10,000 مشترك في اسرع وقت عشان نجمع ستات امارات زيك كده، ويلا بينا نكمل كلامنا. النهارده هقولك على الاسرار اللي هتخليكي ملكة في بيتك وحياتك هادية ورايقة من جواكي، ست قوية ومفيش مخلوق يقدر يهز منك شعرة. ركزي معايا وهاتي كوباية القهوة او الشاي بتاعتك وتعالي نحكي في اول قانون لراحتك. اول حاجة كده ومن غير تفكير، الانسحاب الصامت. تتعلمي تنسحبي بالراحة ومن غير شوشرة وخناق من اي فوضى حواليكي. فوضى الناس الرغاية اللي كلامهم ملهوش لازمة، قعدات مكالمات كلها لت وعجن، مقارنات مريضة وتلقيح، أو حتى مكان بتروحي فيه تلاقيه كله نبرة شكوى ونكد وطاقة سلبية مغطية على المكان وبتعكنن عليكي. ما تخليش أي حد يجرك لخناقة مش بتاعتك، ومش أي حد يرمي كلمة تتحمقي وتدخلي معاه في حوار. الانسحاب هنا هو قمة النضج والقوة، لأنك بكده بتقولي لنفسك وللكل حواليكي أنا روقاني غالي عليا وطاقتي ملكي وأنا أولى بيها من أي حد تاني. اقفلي باب قلبك وعقلك عن الهري الكتير. تاني قانون معانا هو قانون الذكاء العقلي. والذكاء هنا مش معناه انك تبقي عبقرية، لا. الذكاء هنا بيتلخص في جملة واحدة بس عاوزاكي تحطيها حلقة في ودنك: ما تجادليش مع اي حد. لما تلاقي حد بيحاول يستفزك بأي طريقة، او واحدة في قاعدة جاية تقلل من قيمتك ومن تعبك في بيتك ومع اولادك، اوعي تقعي في الفخ ده. ما تضيعيش من وقتك وصحتك وتتعمقي وتدافعي وتجيبي في أدلة علشان تثبتي وجهة نظر لعقل هو أصلا مش عاوز يشوف ولا يفهم، هو عاوز يشوفك متنرفزة مضغوطة بس. تجاهلي بقى تماما وخليكي هادية وباردة كأنك مش سامعاه أصلا. التجاهل هنا هو الأداة السحرية اللي هترجع كل واحد لحجمه الطبيعي من غير ما تفقدي ذرة واحدة من هدوءك وروقانك. صمتك ده هو الدرع الذهبي اللي بيحميكي. تالت قانون معانا فن الاستغناء والتخلي، وده من غير هري كتير وعلى بلاطة. أي حد أو حاجة بتستهلك طاقتك النفسية وتجيبلك النكد وتخليكي طول الوقت قاعدة قلقانة وشاكة في نفسك وفي تصرفاتك، قوليلها مع السلامة والقلب داعيلك ومن غير ندم. استغني فورا عن اي حد ما بيسمعكيش غير النكد والطاقة السلبية او بيستكتر عليكي الضحكة. وابعدي عن القعدات اللي بتخرجي منها مهدود حيلك ونفسيتك في الارض. التخلي هنا مش انانية، دي نظافة لروحك ولبيتك، لان المساحة الفاضية اللي هتوفريها لما تشيلي الناس المؤذية دي من حياتك هي التربة النظيفة اللي هيطلع فيها سلامك النفسي ورضاكي عن عيشتك. فما تسمحيش لأي كركبة بشرية تعطل مسيرتك. رابع قانون معانا الاستثمار العقلي اليومي، هو كنزك الحقيقي اللي هيخليكي في حتة تانية خالص. هو التطوير الذاتي. يعني ايه؟ يعني اوعي تسمحي ليومك يعدي كده كربون من امبارح وتفضلي تدوري في نفس الساقية من غسيل مواعين وتنظيف من غير ما تعملي حاجة لنفسك وعقلك وتفكيرك. استثمري في نفسك كل يوم ولو بحاجة بسيطة. مش لازم تروحي كورسات غالية، ممكن قوي وانتي واقفة في مطبخك تنمي عقلك وتشغلي فيديوهات جديدة او قرآن، أذكار. التحسن البسيط ده مع الوقت هو اللي هيريحك ويغير شخصيتك ويخليكي ست واعية وناضجة، وكل اللي هيقعد معاكي يحترم عقلك وطريقتك. خامس قانون حدودك خط أحمر، ده الحصن المتين اللي هيحميكي من الاستغلال ويمحي كلمة أصل أنا مكسوفة من حياتك. يعني تفرضي حدودك مع الكل بالأدب والشياكة بس بوقار وحزم. ما تسمحيش لأي حد مهما كان قريب منك يدخل في حياتك ويقولك تعملي ايه مع جوزك مع أولادك. ما تخليش رغبات الناس وطلباتهم ومشاكلهم هي الأولوية اللي تخليكي تسيبي أحلامك وتهملي نفسك علشان تريحي الناس دي، وفي الآخر محدش هيقولك شكرا. عودي كل اللي حواليكي إن ليكي وقتك الخاص، وقت لراحتك ونفسيتك وصحتك، وقت مقدس مفيش فيه فصال.
وانت اللي تقرري تعملي فيه ايه وترفضي ايه بوضوح ومن غير ما تحسي بالذنب، لانك لو ما ريحتيش نفسك محدش هيريحك. رقم 6، التميز والاختلاف، وده يعلمك ما تجريش ورا الموضة والناس بتعمل ايه وتعملي زيهم لمجرد انك ترضي المجتمع وتمشي ورا الترند. اعملي دايما الحاجة اللي تناسب مبادئك وانت راضية عنها قدام ربنا ونفسك. مش لازم بيتك يكون نسخة من بيت حد، ومش لازم طريقتك تكون شبه حد. تميزك الحقيقي في بساطتك وتصرفاتك اللي بتشبهك انت لوحدك، والاختلاف ده هو اللي بيدي للست هيبة ووقار في عيون الكل. رقم 7، تقدير القيمة الذاتية. لازم تعرفي قيمة نفسك كويس قوي، وما تخليش تقييم الناس ليكي يهز شعرة من ثقتك في نفسك. اتحدي أي ظروف صعبة بتمر عليكي، واثبتي لنفسك وللدنيا إنك تقدري تنجحي وتتغيري. وخلي دايما في دماغك الناجح هو اللي بيستمر مش اللي عنده حظ. النجاح الحقيقي إنك تبقي واقفة على رجلك بعد كل وقعة وبثقة كاملة في رب العالمين. رقم 8، فن إدارة الوقت، وده بيتلخص في إنك بلاش تضيعي يومك في توهان ورا السوشيال ميديا أو مكالمات رغي بتسرق الساعات على الفاضي. اعتبري الوقت ده هو أغلى عملة عندك، ولازم تصرفيها بحساب على رعاية بيتك وزوجك وولادك وتطوير نفسك. رتبي أولوياتك من أول ما تصحي، واعرفي إن الست اللي بتعرف تدير وقتها صح هي الست اللي دايما رايقة وعندها وقت لجمالها وصحتها وكمان بيتها. تاسع قانون معانا هو تحديد البوصلة. يعني ايه؟ يعني انك تحددي هدف واحد واضح عاوزة توصلي له في حياتك. ما تعيشيش كده على الله حكايتك وهو اليوم بيعدي وخلاص والملل والاكتئاب بياكلوا فيكي. حطي لنفسك هدف واحد حتى لو كان بسيط، زي انك تخسي كام كيلو، تحفظي سورة من القرآن، تتعلمي مهارة جديدة. وجود هدف في يومك هيخليكي تمشي بخطوات ثابتة وواثقة، وهيحميكي من التشتت والكسل، وهيديكي طعم وروح تانية للحياة. رقم 10، مدرسة الأخطاء، هو إنك تعترفي بأخطائك بنضج ومن غير ما تجلدي ذاتك وتكرهي نفسك. كلنا بنغلط ومفيش حد كامل. الشطارة مش إننا نعيش مثاليين، الشطارة إننا لما نغلط ما نكررش الغلط ده تاني ونتعلم منه. اتعلمي من غلطتك واعتبريها درس مجاني يخليكي أوعى وأقوى من المرة الجاية. واعرفي إن نضجك بيبان لما تقولي لنفسك أنا غلطت في كذا وهصلحه بكل هدوء ومن غير عصبية. رقم 11، الخبرة من الفشل. لازم تتعلمي من التجارب بتاعتك كلها، حتى أوقات الفشل واللحظات الصعبة اللي مريتي بيها وضايقتك. الفشل ده مش نهاية الكون، ده هو المدرس القاسي اللي بيبني شخصيتك ويخليكي تفهمي الناس والدنيا صح. كل صدمة مريتي بيها أو خذلان من حد كان قريب، خدي منه العبرة والدرس اللي يقوي قلبك ويخليكي أذكى وأقوى في تعاملاتك الجاية، وما يسمحش لحد يستغفلك تاني. رقم 12، تغيير العادات. بصي بقى، لو انت مش راضية عن الواقع بتاعك وحاسة ان يومك بقى خنيق والزهق والنكد ماليين البيت، افتكري الجملة دي كويس. لو فضلتي تعملي نفس الحاجات كل يوم بنفس الطريقة هتفضلي تاخدي نفس النتيجة البايخة كل مرة. خلاص حفظتيها، فمش هينفع تبقي عاوزة بيت هادي وانت اول ما بتصحي بتفتحي تليفونك تشوفي اخبار نكد ومشاكل الناس ومين مات ومين طلق. مش هينفع تبقي عاوزة روقان بال وانتي سايبة العادات الغلط مسيطرة على يومك، زي السهر الكتير، كركبة المطبخ، تأجيل صلاتك. علشان حياتك تتغير بجد وتوصلي لنتيجة ترضيكي وتعيشي في سلام نفسي، لازم تبدأي بتغيير عاداتك اليومية. غيري طريقة كلامك مع نفسك وبطلي تلوميها. غيري أسلوب تعاملك مع المشاكل والعصبية مع الولاد، واصنعي لنفسك روتين يومي جديد يبدأ بركعتين الفجر، كوباية من أي حاجة بتحبيها في هدوء قبل ما الكل يصحى. العادات الصغيرة دي هي اللي بتبني جبل السلام والبركة في بيتك. رقم 13، نسف التسويف، هو العدو الأكبر لكل اللي قلناه ده. يعني لازم تبطلي تسويف وتأجيل لكل حاجة. بطلي تقولي هبدأ لما الظروف تتحسن، أو لما الولاد يكبروا، أو لما أفضى. مفيش وقت مناسب أحسن من دلوقتي حالا بالإمكانيات المتاحة حتى لو قليلة. خطوة صغيرة حقيقية هتاخديها النهاردة أحسن بكتير من 10 خطوات وأفكار بتأجليها لبكرة اللي ما بيجيش. لأن أكبر عدو للتغيير هو المماطلة والتسويف.
تسويف. وفي النهاية افتكري دايما سلامك النفسي وقوتك في بيتك ومعادلتك الصعبة دي مفيش حد هيجي يلفهم لك هدية ويقدمهم لك على طبق من فضة. السلام النفسي ده هو اختيارك انت وقرارك اللي بتاخديه كل يوم الصبح مع أول نفس بتتنفسيه. كوني انت المصدر الأول لفرحتك وللبركة في بيتك، لأن الست لما بتبقى رايقة ومنورة من جوه البيت كله بينور معاها. وما تنسيش وانتي خارجة تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي الجرس على الكل عشان يجيلك اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. واشوفكم في فيديوهات جاية كتير اروق واعمق واقرب لقلوبنا، وسلام.